السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ينفعش يبدأ الشتاء وما نتكلمش عن البطاطا الحلوة وعن طعمها اللذيذ وإحساس الدفى وإحنا بناكلها، وكمان لأنها رخيصة ما ننكرش ده. هنبدأ مع بعض حلقات كتير عن البطاطا الحلوة، وهنعمل مع بعض عشرات الوصفات اللي ممكن ناخدها منها. النهاردة مثلا هنعمل 3 أصناف كاملين. هنعمل الكرواسون بمعجون البطاطا، وهنعمل خلية النحل برضو بمعجون البطاطا، وهنعمل المسلوقة بنكهة البطاطا المشوية. تابعي معايا الحلقة للآخر لأن هتلاقي فيها مفاجآت كتير. أولها إن البطاطا المشوية مش صحية بالمرة، والمسلوقة هي اللي طلعت صحية، وهنقول إزاي تحولي المسلوقة لمشوية. وكمان إن البطاطا من الحاجات اللي طريقة تسويتها بتأثر على الفوائد اللي فيها. يلا كفاية كلام كتير، وتعالي بسرعة نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وقبل ما نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نعرف ان الاول ان الجزء اللي بناكله من البطاطا دوت بيبقى الجذر اللي موجود في الارض، عشان كده بيبقى عليه تراب كتير ومش نظيف، فلازم اغسله كويس قوي قوي وانضفه كويس قوي قوي. هنجيب بقى اول وصفه عندنا هنا، هنعمل البطاطا المسلوقه بنكهه المشويه. يعني ايه؟ هاخد الاول طاسه كده على البوتاجاز، واحط فيها العدد اللي انا عاوزاه من البطاطا بعد طبعا ما اغسلها وانضفها كويس، ويفضل انها معظمها تكون نفس الحجم عشان يديني نفس درجة السوا. هحط عليهم معلقة سكر، وهنا السكر ده عشان يكرمل جواها وتديني العسل والصوص بتاعها. طيب عشان السكر يدخل جواها بعمل شقوق بسيطة كده في البطاطا من كل جهة، يعني من فوق وبقلبها، بعمل عليها برضو من تحت، وعليها معلقة السكر زي ما اتفقنا. بعد كده بروح حطالها حوالي فنجان واحد مية، فنجان بتاع القهوة، او اللي هو تقريبا يعادل 5 معالق مية، وبحطها بقى على نار هادية على البوتاجاز وغطيها كويس. بعد بالظبط نص ساعة او تلت ساعة بلاقيها ادتني المنظر ده، استوت وبقت حلوة. احط ايدي كده في الطاسة، الاقيها منزلة الصوص والكرملة بتاعت وحاجات ملزقة كده من البطاطا، ده الصوص والعسل بتاع البطاطا. دلوقتي انت ممكن تاكليها كده، وممكن بقى لو عايزين نديها نكهة المشوية في صاجة كده على تحت الشواية في الفرن، او حتى على الشبكة عندك في الفرن مباشرة. هنحطها ونبدأ نشغل عليها الشواية 10 دقايق. انا هنا بقى مش هعمل بس في الشوايه، هنعملها كمان في الطاسه، يعني هقسمها واوريكي الفرق، مش هتحسي ان في فرق خالص. الشويه دول هنكملهم في الطاسه، هبدا اشوحها في الطاسه على نار عاليه على كل جهه شويه، واحط التنين اللي في الصاجه تحت الشوايه، وهتدينا نفس النتيجه ان شاء الله. هوريها لك في اخر الفيديو. الوصفة التانية بقى ان انا باخد البطاطا مثلا رفيعة، او حتى لو عندي مشوية او مسلوقة والولاد ما كلوهاش او طلعت مش مسكرة قوي، باخد البطاطا دي واقشرها، بشيل كل القشر الاحمر اللي فيها ده لان انا مش عايزاه خالص، واجيب حله على البوتاجاز واروح مقطعاها حلقات كده زي ما انت شايفه. هقطع الكميه بقى اللي انا عايزاها. وهنا بقى خلي بالك في نقطه مهمه، بحط لها فنجان برضو ميه صغير قوي واسيبها تتسلق على البوتاجاز. في حاجه بقى في البطاطا، ان انا لو سلقت البطاطا دي 10 دقايق 8 دقايق دي بتعلي نسبه السكر اللي فيها قوي، وفي الحاله دي بتزود نسبه السكر في الدم. لا انا خليها اكتر من كده، يعني اوصل السلق دوت لتلت ساعه او نص ساعه، ودي نقطه مهمه جدا في سلق البطاطا لحد ما تستوي خالص وتستوي بزياده كمان. دلوقتي انا بقى خدتها وهرستها كويس قوي، وهو ده بقى معجون البطاطا اللي انا بقولك عليه. لو وصلتي بقى معايا لحد الجزء ده ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. وتعالي بقى دلوقتي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ وصفتنا التانية بمعجون البطاطا. اول حاجة هجيب نص كيلو دقيق، وانا جايباه دقيق عادي خالص من عند العطار اللي هو متعدد الاستخدام، كيس خميرة او معلقة خميرة، تمام كده. وبعدها هحط له معلقة بيكنج باودر. هتقولي لي ليه خميرة وليه بيكنج باودر؟ هقول لك البطاطا تقيلة، عايزة حاجة ترفعها عشان تبقى خفيفة، المعجنات خفيفة وما تبقاش مكتومة. هحط بقى هعلي القيمة الغذائية شوية سمسم لقيتهم عندي في التلاجة بحطهم، طبعا السمسم كله فوايد، مش عايزة تحطيه ده اختياري. ذرة ملح بسيطة زي ما احنا متعودين عشان تعادل الخميرة، ومعلقة سكر. هقلب بقى كل المكونات دي
وبننزل بعلبة الزبادي، وبرضو احنا متعودين ان الزبادي في المعجنات بيديها طراوة مفيش بعد كده. دلوقتي بقى هنضيف بيضة، وبعدين هنحط معلقة خل، والخل برضو هنا عشان بيخلي المعجنات خفيفة وهشة. بعدها نص كوب زيت، بس كده وشكرا. دلوقتي بقى هنضيف معجون البطاطا اللي احنا بنتكلم عليه. هتقولي لي بطاطا على العجين ازاي ده؟ اصبري هتشوفي اللون وهتشوفي الطعم وهتشوفي احلى حلاوة. دلوقتي هنعجن بقى الكمية دي كلها كده بايدينا عادي خالص لحد ما تلم معانا. لقيتيها ناشفه حطي معلقه لبن وتلميها، وبعدها بقى تسيبيها ترتاح 10 دقايق ونبدا نقطعها مع بعض. البطاطا دي سبحان الله تعتبر مخزن فوائد، يعني فيها كميه كربوهيدرات كبيرة جدا، فيها كمان فيتامين A وده مهم جدا للأطفال، فيها بوتاسيوم، البوتاسيوم ده مهم جدا لضغط الدم وبيقلل التوتر كمان فيها فيتامين سي اللي هو بيقوي المناعة، وفيتامين اي اللي مضاد للأكسدة واللي بيساعد كمان على التئام الجروح. دلوقتي بقى هناخد العجينة بعد ما ارتاحت 10 دقايق، وهنبدأ نعمل منها كرات كده من العجين، وتكون كلها متساوية قد بعضها عشان برضو لما تيجي تستوي يكون نفس السوا. نبدأ بقى نحشيها بالحشوات اللي تعجبك. يعني انا هحط هنا سكر على قرفة، هخليها شبيهة شوية بالسينابون. تقدري تحطي مربى، تحطي جبن، تحطي عجوة لو عاوزة، اللي يعجبك. مش هتحتاجي كمان تدهنيها لان هو اصلا لون البطاطا خلي العجينة لونها ذهبي وحلو، وفي التسوية كمان مش هتحتاج انها تندهن لا ببيض ولا بلبن ولا بأي حاجة، وهتشوفي النتيجة في الآخر. كمان برضو البطاطا فيها حاجة مهمة قوي ما قلناهاش، ان فيها ألياف كتير، ودي بتساعد قوي في عملية الإحساس بالشبع، والنقطة دي بنهتم بيها قوي لما نكون بنعمل ريجيم. بس أهم حاجة إن احنا ناكلها مسلوقة، لأن كمية السكر اللي بتبقى فيها بتبقى قليلة، لكن المشوية بتبقى نسبة السكر اللي فيها عالية. طب لو احنا نفسنا فيها مشوية أو عايزين نعملها مشوية، يبقى مفيش مشكلة نعملها مشوية وناكلها باردة مش سخنة، لأن البطاطا الباردة بتبقى نسبة السكر فيها أقل من البطاطا السخنة. أو إن احنا ناكلها سخنة بس ناكل وراها حاجة بتقلل السكر في الدم، زي شوية فول سوداني مثلا. تعالي بقى دلوقتي هنعمل حاجة جديدة تانية، هنعمل كرواسو بالبطاطا برضو معجون البطاطا. هنفرد كده نفس العجينة اللي احنا عملنا بيها خلية النحل، وهنقطعها زي ما بنقطع الكرواسو كده مثلثات. برضو الحشو هنا زي ما انتي عاوزة، ممكن تعمليها برضو هنا حادق، ممكن تعمليها مسكر، برضو على حسب ذوقك وعلى حسب رغبتك واللي ولادك بيحبوه. والمفاجأة بقى كمان في البطاطا ان هي فيها فوليك اسيد، وده مهم قوي للشعر وللضوافر والبنات الحوامل كمان، لانه مهم كمان لتكوين البيبي. دلوقتي بقى احنا خلصنا التقطيع، وخلصنا قلنا الحشوات على حسب رغبتك. هنرصها في الصينية ونسيبها تخمر نص ساعة لو في الصيف. لو في الشتاء نسيبها ساعة. زي ما انت شايفة معايا ما شاء الله خلية النحل خمرت مجرد ان انا بس قطعت الكرواسو وحشيته. دلوقتي بقى خلاص هي كده تمام. هحطها على فرن ساخن على الرف 10 دقايق بالظبط، ومش هتحتاج ان انا اشغل عليها الشواية. بعد ما بطلعها بغطيها بفوطة بس 10 دقايق كمان عشان تفضل طرية وحلوة. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة عشان تتابعي معايا الوصفات المختلفة اللي هنعملها من البطاطا. وما تنسيش كمان ان احنا نعمل بطاطا مسلوقة وبعدين نشويها، عشان المشوية بتبقى فيها نسبة سكر عالية، اما المسلوقة فنسبة السكر اللي فيها منخفضة. تعالي بقى بصي على الكرواسو كده، وهو فيه الموتزاريلا طري وجميل وهش، ومش هتتخيلي قد ايه هو طري. وحتى لو الولاد ما بيحبوش البطاطا برضو مش هيعرفوا ان في بطاطا، بس هو طعمه جميل قوي قوي وريحته كانت قلب الدنيا. واللي كان فيه بقى بالقرفة ده كانوا بيتخانقوا عليه من طعمه ومن حلاوته. لو عجبتك بقى الوصفة يلا قومي بسرعة جربي وقوليلي ايه رأيك في الاختراعات دي، وألف هنا على قلبكم.